في الفيديو ده هقول لك ايه الشروخ الانشائيه اللي تخاف منها وفي الحاله دي تسيب البيت وتمشي، وايه هي الشروخ العاديه اللي لا ما تقلقش منها وهي شويه شروخ معماريه ونقدر نعالجها وخلاص. رقم واحد، الشروخ اللي تقلق منها فعلا ان يكون في لا قدر الله علامه اكس في الحيطه، فده معناه ان في زلزال. شرخ بحرف اكس ده معناه ان في اثار زلزال موجوده، وفي الحاله دي لازم تجيب مهندس انشائي يقيم المبنى. الحاجة التانية، لما تلاقي فيه شروخ في العمود بشكل طولي، في الحالة دي تقلق. الحاجة التالتة، لما تلاقي في الحيطة شرخ بزاوية 45، يعني ده معناه ان فيه هبوط في احد القواعد او احد السملات، وبالتالي لازم نعرف ونتابع الشرخ هل هو بيكبر ولا لا. فيما عدا ذلك، الشروخ اللي هي المعتاده اللي بنشوفها ان شاء الله ما فيش منها اي قلق. لما تلاقي شرخ بزاويه 45 عند سوكه الشباك نازل، او بنلاقيه عند سوكه الباب وطالع، كل دي شروخ ما فيش منها اي قلق خالص. لما تلاقي شرخ جنب العمود بالطول، ما تقلقش منه، ده فاصل بين المباني وبين العمود الخرسانه، وده كده كده بيحصل للاسف، بيكون عيب مباني وبالتالي عيب محاره فيما بعد. طبعا هنعمل فيديو خاص للشروخ على بورد وهنشرح كل تفصيله فيه، لكن دي فكره سريعه ممكن تطمنك لو انت عندك اي شرخ من الشروخ المعماريه. ولو عندك اي سؤال او استفسار ابعت لنا وهنرد عليك على طول ان شاء الله.